أحلى فلافل أو طعمية ممكن تدوقوها وتعملوها بسهولة جدا في البيت، كتير كتير أحلى من بتاعة المحلات، مقرفشة وناشفة وما بتشربش زيت ولونها ولا أروع. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندي كيلو فول مدشوش نقعته لمدة 5 ساعات وغسلته كويس جدا وسبته ينشف لمدة 2-3 ساعات، وعندي راس توم وبصلة متوسطة وحزمة كزبرة وحزمة كرات مغسولين ومتنشفين تماما. هنزل بيهم كلهم في المفرمة ومش في الكبة، أفرمهم وشين على الوش المتوسط كده. الفلافل بتاعتي جاهزة، عبيتها في أكياس وشيلها في الفريزر. هاخد جزء من الفلافل بتاعتي عشان اقليها، هضيف عليها كزبرة ناعمة وكزبرة حصى متحمصة وشوية شطة، واخلطهم حلو قوي مع بعض مع الملح بتاعي، وانزل بيهم في حاجة عميقة شوية واضربهم بالمضرب الكهربائي كويس قوي لحد ما يختلطوا. هنزل عليهم بكم معلقة من المية شوية بشوية، وهنزل عليهم بمكوني السحري معلقة بيكنج باودر، واستمر في الضرب لحد ما الفلافل بتاعتي لونها يبيض وتهيش وتبقى شكلها بالظبط زي عجينة الفلافل اللي بنجيبها من المحلات. هسيبها ترتاح 10 دقايق. هسخن الزيت بتاعي وابدأ اشكل الفلافل واقليها على نار اعلى من المتوسطة شوية عشان اضمن ان قلب الفلافل يستوي تماما. عجينة الفلافل عشان تبقى ناجحة معانا لازم تكون كل مكوناتها ناشفة تماما. الفول المدشوش لازم يكون ناشف، الخضرة لازم تكون ناشفة، ومش هستخدم اكتر من بصلة واحدة، ومش هستخدم اكتر من حزمة واحدة من الكرات وحزمة واحدة من الكزبرة للكيلو بحاله، لان كتر الخضرة في الفلافل بتسود لونها. البيكنج باودر مش بس بينفشها، بيخلي لونها جميل، والكزبرة الناشفة اللي بحطها بتكون متحمصة. الفلافل لازم تتفرم في المفرمة مش في الكبة. لما بتتفرم في الكبة بتبقى العجينة ناعمة جدا، وبالتالي بتبقى مش مخرفشة وخشنة زي اللي بنجيبها من المحلات. كده الفلافل بتاعتي خلصت ومش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. اتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي أسئلتكم ورأيكم في التعليقات، لأن فعلا لو عملتوها مش هتشتروا تاني فلافل من أي محل. وبالهنا.